ازيكم عاملين ايه؟ عايزة اكلمكم النهاردة عن البروتين الحيواني والبروتين النباتي. يعني ايه البروتين الحيواني؟ يعني البروتين اللي مصدره مصدر حيواني، زي اللحوم سواء حمراء او بيضة، دواجن، سمك، آم، زي البيض، زي اللبن ومنتجاته. دي بنسميها بروتينات حيوانية جاية من مصدر حيواني. طيب، في بروتينات نباتية. ايه البروتينات النباتية؟ البروتينات النباتية هي اللي جاية من مصدر نباتي، زي البقوليات، زي المكسرات، زي بعض الخضروات، زي مثلا البسلة والسبانخ. تمام. طيب، عايزة اكلمكم عن ايه الفرق بينهم. يعني في فرق اصلا بينهم ولا مفيش؟ عادي لو كلت ده زي ده. طيب، وهل مثلا ممكن استغنى خالص عن البروتين الحيواني واستبدله ببروتين نباتي، ولا برضو يأثر على صحتي؟ وايه ايجابيات وسلبيات كل حاجة فيهم؟ كل دي حاجات عايزين نتكلم عنها. طيب، قبل ما نتكلم عن كل الحاجات دي، عايزة بس اوضح لكم ان البروتين ده هو مكون من امينو اسيدز، احماض امينية. طيب، يعني الاحماض الامينية دي هما 2 جروب، مجموعتين، في essential و non essential. ال essential دي اللي هي الضرورية، اللي الجسم ما بيعرفش يصنعها. يعني ايه ما بيعرفش يصنعها؟ يعني هو محتاجها بس ما بيعرفش يصنعها، فبالتالي لازم تاخدها في الاكل. في بقى احماض امينية تانية كتير الجسم بيعرف يصنعها، يعني حتى لو انت ما خدتهاش في الاكل، هو الجسم بطريقة ما بيقدر يصنعها لما يحتاجها. طيب، انا لما باجي اقارن بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي، بقارن من حيث هل الامينو الاسينشال امينو اسيد، الاحماض الامينيه الضروريه دي اللي لازم اخدها في الاكل لان جسمي ما بيعرفش يصنعها وانا محتاجها، جسمي محتاجها، هل موجوده هنا وموجوده هنا؟ طيب، هي موجودة هنا وموجودة هنا، بس الفرق ايه؟ ان البروتين الحيواني هو كومبليت بروتين. يعني ايه كومبليت بروتين؟ يعني السورس الواحد فيه، يعني مصدر واحد او صنف واحد فيه 9 امينو اسيد. هما 9 اسينشال امينو اسيد. فانا ممكن اكل مصدر واحد بس او صنف واحد بس بروتين حيواني، وهاخد كفايتي من الاحماض الامينيه الضروريه اللي انا محتاجها. لكن البروتين النباتي هو incomplete امينو اسيد. يعني ايه incomplete امينو اسيد؟ سوري، incomplete بروتين. يعني ايه incomplete بروتين؟ incomplete بروتين يعني هو الصنف الواحد او المصدر الواحد ما بيحتويش على ال9 امينو اسيد. فانا محتاجه اعمل تشكيله في الدايت بتاعي، او يعني في الاكل بتاعي، تشكيله من البقوليات على المكسرات على الخضروات، تشكيله من البروتين النباتي، عشان اضمن ان انا خدت ال9 امينو اسيد الاسينشال اللي جسمي محتاجهم. هو ده الفرق بين البروتين اللي من اصل حيواني والبروتين اللي من اصل نباتي. طيب، في حاجات اختلافات تانية؟ في اختلافات تانية طبعا. طيب، اختلاف كمان مهم، انه النباتات ما فيهاش دهون مشبعة، لكن البروتين اللي من مصدر حيواني، اللحوم الحيوانات فيها دهون مشبعة. طيب، الدهون المشبعة دي تضرني؟ بتزود احتمال الإصابة بأمراض القلب. تمام. فدي ميزة موجودة في البروتينات اللي من أصل نباتي أو من سورس نباتي، مش موجودة في البروتينات اللي من أصل حيواني. طيب، في حاجة كمان قالك انه ال 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 الحيوانات بيبقى بتاخد مضادات حيوية وبتاخد هرمونات، فبالتالي هو طبعا قبل الذبح المفروض ان بيبقى الحيوان بيفضل مدة معينة. المدة المعينة دي ما بياخدش فيها اي ادوية خالص، عشان اضمن ان كل المواد الفعالة اللي في الادوية اللي خدها قبل كده خرجت خالص من جسمه، فبالتالي المستهلك لما بيجي ياكل اللحمة ما بيصابش بحاجة. بس مش كل الناس بتلتزم بده، يعني مش كل المربين بيلتزموا بده، فممكن يبقى اللحوم فيها بقايا من مضادات حيويه او بقايا من هرمونات، لما تيجي انت تاكلها طبعا هتتاثر. لكن الحكايه دي مش موجوده في النباتات. فدي ميزه تانية، غير انه النباتات فيها مواد غذائيه مفيده، زي الالياف، زي الفيتامينات، زي
مضادات الأكسدة. كل دي حاجات موجودة في النباتات مش موجودة في اللحوم والبروتينات اللي من أصل حيواني. طيب ايه الأحسن؟ يعني آكل ده، ويعني آكل بروتينات من أصل حيواني، ولا آكل بروتينات من أصل أو من مصدر نباتي؟ هو انا في اعتقادي يعني ان انت لو هتاكل بشكل معتدل لحوم عادي يعني اقصد بروتينات من مصدر حيواني، مش هتأثر الدهون المشبعة اللي فيها، لان انت هتاخدها بكمية قليلة، مش هتأثر على صحتك. يعني ما تقنعنيش ان انت لو خدت قطعة لحمة على الغدا هي دي اللي هتسد الشرايين وتتعب القلب يعني. فكل بس بكمية معتدلة. طب ينفع يعني استبدل خالص البروتين الحيواني ببروتين نباتي؟ اه ينفع عادي جدا، وهتاخد كفايتك من البروتينات، بس لازم تعمل زي ما قلنا تشكيلة. يعني ما ينفعش تعتمد على، يعني ما ينفعش مثلا تاكل فول بس او عدس بس، لا، يعني هتاكل في يومك شويه بقوليات، يعني مجموعه من البقوليات، شويه مكسرات، شويه خضروات، زي ما قلت لكم قبل كده. ف ده الفرق بين الاتنين. واخيرا عايزه اقول ان خد بالك البروتينات بتكون يعني انسجه كتير جدا في الجسم، بتكون عضلاتك، بتكون الانزيمات كل الانزيمات اللي في جسمك اصلها بروتين، بتكون كتير، يعني معظم الهرمونات اصلها بروتين، بتكون الشعر والجلد والضوافر. فيعني انت انسجه كتير قوي في جسمك بتتكون بروتين، فانت لازم تاكل كفايتك من البروتين. طيب لو ما كانتش كفايتي من البروتين، طبعا كل ده هيتأثر، شعرك هيتأثر، وجلدك هيتأثر، عضلاتك هتبدأ يبقى فيها ترهلات، مش هتبقى مشدودة، فكل ده هيتأثر. فخد بالك ان انت لازم في يومك تبقى واكل كمية كافية من البروتين، سواء نباتي او من مصدر نباتي، او سواء او من مصدر حيواني.